وەڵە سڵاوتان لێبێت کەرتی کشت و کاڵ یەکێک لە گرفتە سەریشەکانی بەسڕایەکانە بەگشتی بە تایبەت ینی کشت و کاڵ لە دوای نەوت بە گەورەترین یاخود بە گرنگترین کەردا دەنرێت لە ڕووی ینی ژیانی هاوڵاتیانەوە. ئێستا جوتیاران بەگشتی ڕوبەڕووی کێشەی گەورە بوونەتەوە بە تایبەت لە بڵێ گرفتی ئای خواردنەوەیان هەیەەوە گرفتی ئاودانی بەروبوومەکانیان کە ڕێژێکی زۆری خۆی تێدا ئەمە بۆتە هۆی ئەوەی کە کشت و کاڵ بەرە و دواوە پاشەکشە بکە لە پارێزگای بەسڕا لەسەرم بابەتە بەگشتی لەگەڵ بەڕێوەبەری کشت و کاڵی بەسڕا بەڕێز هادی حوسێن گفتوگۆ دەکەم. مرحبا أستاذ، شكرا للاستضافة. يعني إذا تحكينا الواقع الزراعي في محافظة وأهم معوقاتها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يتعرض القطاع الزراعي في محافظة البصرة إلى عدة تحديات ومشاكل ومعوقات، منها شحة المياه، قلة الأمطار، جفاف الأهوار، تغير المناخي، الانحباس الحراري، تعرف يعني ضعف الغطاء النباتي، وفوق هذا يعني هناك المد الملحي الذي أثر بشكل كبير على الواقع الزراعي والبيئي في محافظة البصرة. أدى هذا اللسان الملحي اللي توغل في يعني شط العرب والأنهر المجاورة إلى تردي نوعية الثمار في النخيل، إلى تناقص أعداد النخيل، إلى ضعف في الغطاء النباتي، إلى هجرة بعض المزارعين في مناطق الفاو والسيبة وبالخصيف في جنوب البصرة إلى مزارعهم وتركها من خلال هذه التحديات الكبيرة. نتمنى إن شاء الله من وزارة الموارد المائية أن تتحمل يعني هذا الجانب وتزيد من الإطلاقات المائية لمحافظة البصرة. كون محافظة البصرة يعني هي من ذنائب الأنهار، وهناك مد ملحي، هناك تغير مناخي مثل ما ذكرنا، هناك يعني انحباس حراري يعني ظروف قاسية تمر بها محافظة البصرة. نتمنى إن شاء الله أن تزيد الإطلاقات المائية من خلال وزارة الموارد المائية. إضافة إلى هناك موضوع مهم جدا، يعني احنا مع جل احترامنا وتقديرنا لكل الجهود اللي تبذل من خلال خدمة البلد وخدمة المحافظة. يعني الشركات النفطية تأخذ من حصتنا المائية 15 متر مكعب بالثانية، ويعني نتمنى إن شاء الله أن هذه الكمية تضاف على حصة البصرة ولن تؤخذ من حصتنا، كون النفط اليوم لكل العراق وليس للبصرة حصرا. شنو خطط الزراعة ومديرية الزراعة في بصرة لحل المشاكل للمزارعين والفلاحين؟ طبعا مديرية الزراعة اليوم لن تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذه التحديات وهذه المشاكل. قررنا إن شاء الله من خلال الكوادر الفنية والميدانية والعلمية اللي عندنا بتبني حلحلة هذه المشاكل. صنفنا هذه المشاكل إلى 3 يعني درجات، الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وبدأنا نعمل على حلحلة هذه المشاكل من خلال بعض البرامج العلمية. يعني شحة الأعلاف اليوم كان لها تأثير كبير على مربي الثروة الحيوانية. نفذنا الشعير المستنبت لأول مرة في محافظة البصرة، نفذنا نبات الأزولة لأول مرة في محافظة البصرة، وكان إلى صدى كبير إن شاء الله لمربي الثروة الحيوانية، وتبنوه أغلب المربين لتوفير الأعلاف الخضراء ذات البروتين العالي لحيواناتهم. أهم المعوقات ماء المالح، ماذا خطتكم عن يعني في حل هذه المشكلة؟ المديرية تعرف جهة تنفيذية، والأصحاب القرار يعني ديوان المحافظة ووزارة يعني مركز الوزارة. احنا كمديرية اليوم نحاول أن ندخل على الخط في حلحلة بعض الأمور. عندنا برنامج علمي يعني استخدام المياه الممغنطة في ري المحاصيل الزراعية. هذا البرنامج إن نجح إن شاء الله في طور البداية، هو النجاح راح يكون له تأثير إيجابي على الواقع الزراعي والمزارعين في استخدام المياه المالحة في سقي مزروعاتهم إن شاء الله. حياك الله أستاذ حبيبي. 100 هلا. زۆر سپاس بەڕێز هادی حوسێن بەڕێوەبەری کشت و کاڵی بەسڕا بەگشتی لەسەر کێشە گرفتەکانی کشت و کاڵ لە بەسڕە قسەی بۆ کردین. بڵێ.